اللي كان مستخبي عنك كله هيبان يا برج العذراء في شهر أغسطس 2025. استعد لصدمة إيجابية في شهر أغسطس يا برج العذراء من العيار التقيل. صدمة جامدة هتقلب موازين حالك ومحتالك زي ما بيقولوا. لو انت سمعت القراءة دي، لو حسيت بحاجة لمست قلبك أو حسيت بحاجة شبهك، يبقى القراءة دي من حظك ومن نصيبك، وخليك معانا للآخر. خلينا نشوف إيه اللي بيحصل مع برج العذراء. ناخد رسالة من الملائكة. ستريس فري بيقولك إنك أنت حاول تتخلى عن الاسترس اللي شغلك الفترة دي يا برج العذراء. وبيقولك كمان لاف، أنت تستحق الحب، وحاول انك انت تحب نفسك اكتر من كده يا برج العذراء. يلا بينا نشوف طاقتك يا حبيبي يا اللي بتسمعني. برج العذراء، مش عايزه حد هنا برج العذراء يقول لي ادينا في الفلوس وادينا في المال والحاجات دي. ارجوكوا ممكن ما تكرهونيش في برج العذراء بالكومنتات بتاعتكم بليز. برج العذراء جميل. تقوليش انا مش عايزين عاطفه، عايز فلوس. بتشوف قراءات طار وليه؟ طيب ما انت عارف انها عاطفي مع عام مع حياه عمليه، ما بتقتصرش يعني على حاجه واحده. اللي عايز فلوس ده يروح يلعب اونلاين جيمز بتاعت بورصه وكلام من ده، ما يقعدش يشوف قراءات تاروت ولا ايه. يلا بينا. طاقتك ايه يا حبيبي يا اللي بتسمعني؟ انت قافل على قلبك جامد جدا بعد ما تعرضت لخيانه وحصل اللي حصل واللي انت عارفه، وشقلب كيانك وشقلب دنيتك باللي فيها. متقل طاقتك جدا وما انتش عارف تعمل ايه، ماسك في الموضوع وقاعد محتار، وقررت خلاص الرحيل. خلاص قررت تمشي يا برج العذراء. استنى اما نشوف القراءة هيحصل فيه ايه. خلاص قررت. ايه اللي حصل يا شباب؟ احكولي في الكومنتات. ما ينفعش كده، ده كروت كبيرة قوي. الكروت اللي قدامي دي بتقول ان في حاجات كبيرة حصلت، صح ولا لا؟ حبيبك بيقولك ايه؟ بيقولك احنا هنبقى مع بعض تاني. هو يسيبك بالساهل كده؟ هو عارف طبعا برج العذراء المحفظة، صح؟ كشات بيقولك انه مش قادر يفكر فيك، مش قادر يبطل يفكر فيك. سوري والله بيقول كده. I can't stop thinking about you. بيقولك ان هو مخبي عنك حقيقته يا برج العذراء. وبيقولك كمان ان الخطأ كان خطأه، بس هو لامك انت. ايه اللي حصل؟ احكولي. واضح ان في موضوع كبير قوي حاصل مع برج العذراء هنا، صح ولا لا؟ عايزه اسمع منكم، اكتبولي في الكومنتات. توين فليمز بيقولك ينج يانج وبالانس يونيون ودواليتي. وبيقولك انك انتوا الاتنين عباره عن توأم شعله. انا مش شايفه كده خالص. الكروت اول مره حاسه كده في حاجه غلط في القرايه دي. بيقولك ان unconditional love، بيقولك انك انت هتقابل الحب الحقيقي اللي انت بتدور عليه. لو ما لقيتوش في العلاقه دي، يبقى فيه حب كبير جاي يا برج العذراء. اهو بص يعني. وبيقولك اهو توين فليم، توأم شعله وحب كبير. مش عارفه ليه مش ماشي معايا مع اللي طالع لك في الاول ده. ايه اللي بيحصل؟ لخبطتوني خالص النهارده. ايه اللي حصل؟ اغرب قراءه شهر اغسطس برج العذراء. سبحان الله. يعني خناقه كبيره. انتوا اتخانقتوا خناقه كبيره. حبيبك بيقول ان انتوا اتخانقتوا خناقه كبيره، ان انتوا كنتوا في عز السعاده وفي عز كل حاجه حلوه، وفجاه اتخانقتوا خناقه كبيره. وبيقول ان هو عايز يحاسبك وخايف انك انت تحاسبه ويحاسبك، فانت تمشي وتسيبه. وهو ندمان، عنده حاجات بيندم عليها ومحتار ومش عارف يعمل ايه. محيره انت ومخليه يلف حوالين نفسه كده. وبيقول ان هو بيقول ان هو كان في بدايه جديده. انت كنت وعده تشتري له حاجه، تشتري له عربيه، تشتري له حاجه. زعلان قوي على حاجه انت كنت وعده بيها وكنت قايله انك هتجيبها له. انا عايزه بقى اسمع في الكومنتات القصه دي بحذافيرها. واي حد بيتصنط على او بيتجسس على برج العذراء، يا ريت يعني ما يدخلش يغلط فيا ويقول فيا حاجه كده ولا كده. ده اللي انا شايفاه ان كان في حاجه هو كان مستنيها، بدايه بيزنس، عربيه، بتاع حاجه من النوع ده.
هل هو هيجيبها لك ولا انت اللي هتجيبها له ولا ايه الحكايه؟ فهمونا يا شباب، فهمونا. الوضع الغريب اللي قدامي ده فيه ماديات، فيه شويه من الماديات. ماشي. استغفر الله. انت بتقول يا برج العذراء الحمد لله كفايه على كده، وبتحاول كل ما هتيجي تندم تقول اصلا العلاقه دي كانت خربانه. انا اديت كتير، انا اتظلمت كتير في العلاقه دي، انا ده لو جه وراني وشه تاني انا هديله تاني مش هرحمه. طيب انت خلاص، انت مكتفي بنفسك وبذاتك، بتهتم بشغلك، بتهتم بمادياتك، قاعد تشتغل عليها جامد جدا وعمال بتمخمخ بتخطط له، صح ولا لا؟ عندك طاقة شغف عالية جدا، بس بتحاول انك انت تشغل نفسك في الشغل ما تتكلمش في الموضوع ده خالص. انت اتظلمت، عمال تقول انا اتظلمت. هو طبعا عمال بيحلم بالبداية الجديدة، بيحاول ان هو هيحاول يتصل، هيحاول يرجع، هيحاول يتكلم. خلي بالك هيعمل كل حاجة. انا قدامي بني ادم ممكن يعمل اي حاجة علشان يرجع العلاقة زي ما كانت، وفي دلوقتي هو بيحاول يجذب بداية جديدة، بس للأسف انت واخد قرارك ان هديت المعبد على اللي فيه زي ما بيقولوا. لا خلاص، يعني هو بيحاول ياخد لك خطوة لانه شايفك اجمل حد ممكن ان هو يرتبط فيه في حياته. عندك كده شايفك المثال، الحد المثالي. يعني لو انت واحدة شايف انك انت الام المثالية، لو انت واحد هي شايفة انك انت مفيش احسن من كده. يعني شايف انك انت علاقة مكملة. ما تحاولش، مش هتروح مني لا يمين ولا شمال. هيعمل اي حاجة البني ادم ده علشان خاطر يخلي العلاقة مكملة. خلي بالك يا برج العذراء. تمام. انت صعبان عليك بس ايه الحب اللي انت حبيته، صح ولا لا؟ استغفر الله العظيم. مفيش فايدة. يعني انت بتقول ان انت اديت فرص كتير، اكتفيت خلاص، بتقول كفاية، انا تاني هبدأ هعيد وهيحصل نفس السيناريو. بتقعد كده توزنها في دماغك وتقول نفس الكلام اللي هيحصل ده حصل قبل كده بحذافيره، هيحصل تاني نفس القصة، هشوفها عمالة تتعاد تتكرر من اول وجديد. لا خلاص انا مش قادر، وحاطط على قلبك كده وساكت. يعني عارف اللي هو بتهدي نفسك بالعافية يا برج العذراء. حصل ولا لا؟ ده حقيقي الكلام ده يا شباب؟ قولولي. ماسك not showing true self. فعلا حقيقي حبيبك ده اللي باين. بيقولك ان دي علاقة قرمية وسامة لأبعد الحدود. خلي بالك يا برج العذراء. اللهم بلغت اللهم فاشهد يا شباب. لو حد ما حصلش عنده كده يخلي باله في شهر أغسطس. ولو احنا في شهر أغسطس والقراءة نازله لكم شوية متأخر، علشان على فكرة انا منزلاها متأخر بس عشان الكومنتات اللي بتضايقني والله. يعني الكومنتات اللي هي بتاعت احنا عايزين فلوس، عايزين ماديات. اديك شايف حبيبك شايفك ازاي يا برج العذراء. يعني ما جبتش حاجه من عندي، انتوا بتدخلوا فعلا تقولوا لي كده. هو كمان حبيبك شايفك كده، عايز يستغلك. يعني انت اللي بتصدر الطاقه دي للناس اللي حواليك. اقول لك ايه برج العذراء، احنا مش بتوع حب، احنا بتوع ماديات، صح ولا لا؟ زعلوني. سايلنس نو كونتاكت. الفتره اللي جايه هيكون بعد اللي هيحصل ده في شويه هدوء عاطفي. بيقولك انك انت حاول تتأقلم مع الوضع الحالي عادي، رب ضارة نافعة. يلا بينا نسأل 3 أسئلة ونشوف لو في فراق دلوقتي هل في رجوع ولا لا لغاية آخر أغسطس 2025 يا شباب. أيوة في رجوع وفي كلام بيحصل فيه بداية جديدة. طيب لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل يا حبيبي اللي بتسمعني، هل يا ترى هتقابل حد جديد لآخر أغسطس 2025 ولا لا؟ لا للأسف في رحيل من علاقة بمزاجك، انت بمزاجك. انا مش عارفة مع ان انا بسأل على السنجل. طيب هل يا ترى حط اي سؤال في عقلك وبالك ونشوف الاجابة او لا. انت نفسك مش عارف تعمل ايه، انت نفسك مش عارف.